السلام عليكم البنات، بخير هانيين الحمد لله. المهم غنصايب لاصوص الشرموله ديال الحوت ديال البسطيله او البريوات. المهم الشرموله ديال الحوت كنصايبوا بها البريوات والبسطيله. هنا عندي القزبر هاني ضربت له واحد الطحنه شويه، ودابا غادي نزيد داكشي اللي غادي نزيد باش نطحنه. عندي هنايا حامضه مصيره قسمتها على جوج وحيدت ليها الزريعه. عندي جوج حامضات محيده ليهم هادو من الحامض الخضر، حيدت له الزريعه ونقيته مزيان من ديك القشره البيضاء اللي كتكون هنايا. غادي نرميها. غندير فص ديال الثومه اللي غسلت غنخليه بقشورو. غادي ندير شويه ديال الزيتون الخضر. على البنات هذا الزيتون الخضر سبحان الله العظيم راه كيجي في الشرموله ديال الحوت زوين بزاف، كيعطيها واحد المذاق زوين. غادي ندير معلقه صغيره ديال الهريسه. المهم على حسب هو الحوت كيبغي شويه د المذاق د الحار، ولكن على حسب الطلبيه ديال الناس. كاين اللي ما كيبغيش الحار، المهم غندير غير القياس، المهم البنه د الحار وصافي. غادي ندير شويه ديال السوزه حتى هي في الشرموله، ديال تقريبا شي 3 المعالق ولا 4. بالنسبه لهاد المقادير ديال هاد اللي غنصايب ديال الحوت، عندي تقريبا شي 200 بريوه. عندي هنايا 2 المعالق ديال العطريه ديال البسطيله، 2 المعالق صغار اولا معلقه كبيره. عندي معلقه صغيره ديال اليازير مطحونه. عندي نص معلقه ديال ورق سيدنا موسى. راكم كتعرفوا ورق سيدنا موسى يعني كيحتاجها الحوت. غندير 2 المعالق ديال القزبر حبوب. غندير واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر. غندير معلقه كبيره ديال الملحه. غندير 2 المعالق كبار ديال التحميره. غندير تقريبا معلقه صغيره ديال البزار. غندير معلقه صغيره ديال الكمون، حيت الكمون البنات الا كان كثير راه كتكون الشرموله مره. ندير الزيت تقريبا واحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت. معلقه صغيره ديال الخرقوم. معلقه صغيره ديال السكينجبير. صافي دابا غنطحن هذا الشيء. هانتوما البنات من بعد ما طحنتها ما شاء الله المذاق ديالها ما شاء الله ريحتها كتضرب. هذه هي دابا الشرموله اللي غادي نشرملو بها الحوت اللي غادي نديرو به البريوات اولا البسطيله. اي حوت غادي نطيبوه ولا غادي نشحرو، غادي نهزو واحد 2 المعالق ولا 3 ونديروهم ونشحرو داك الحوت اللي بغينا. وهذا هو الفيديو ديالنا ان شاء الله. نتمنى الله يعجبكم وتابعوا معايا ان شاء الله، حيت انا هاد الشرموله هذه بغيتها البريوات ديال الحوت. انا غنحط لكم هذا ديال الشرموله ان شاء الله، نحط لكم البريوات ان شاء الله.